هل الإنسان محاسب على ما يدوم من كلام في قلبه؟ هل يحاسب على من كلام ما يدور في قلبه؟ نعم. قل هل يحاسب الإنسان على ما يدور في صدره؟ الله تعالى يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ثم قال والله على كل شيء قدير. معنى هذه الآية الكريمة أن الله تعالى مطلع على ما في النفوس وما يجول في الخواطر وما توسوس به الصدور، فهذا أمر مطلع عليه رب العالمين لا تخفى عليه خافية. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فالسر عنده جل في علاه علانية لا تخفى عليه خافية من أحوال عباده. ولهذا يجب على المؤمن أن يصحح قلبه وظاهره وأن يكون على أحسن حال في السر والعلن. فيما يتصل بما يدور في القلوب من رحمة الله تعالى أن الله وضع هذا الذي تضمنته الآية. آية البقرة تخبر بأن الله تعالى يحاسب إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يحاسبكم بالله، فهو واقع تحت المحاسبة. لكن من رحمة الله جل وعلا أن هذا عفى الله عنه، لأنه هذه الآية لما نزلت جاء في الصحيح أن الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصوم والزكاة، ونزلت علينا آية لا نطيقها، ما هي؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. الصحابة ما يتعاملون مع القرآن كتعامل أن آية تقرأ وتطلب بركتها واجرها، لا، هم يعرفون أن هذا القرآن يخاطبون به وهم متعبدون بما فيه من المعاني، وما فيه من المعاني لازم لهم. والآية تتضمن أنه إذا دار في نفسك شيء فإن الله تعالى سيحاسبك عليه، وأنه والمحاسبة تقتضي المجازات والثواب والعقاب. فقال الصحابة يعني نزلت علينا آية لا نطيقها، وجثوا على الركب من شدة ما وجدوه في نفوسهم من ثقل هذه الآية عليهم، جاءوا جثوا على ركبهم فقالوا نزلت علينا آية لا نطيقها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. أبو هريرة رضي الله عنه يقول فلما اقترأها القوم يعني قبلوها فأصبحوا يقرؤونها من جملة ما يقرؤون به القرآن، وذلت بها ألسنتهم، يعني أصبحت ألسنتهم قابلة ذليلة، لأنه ذل اللسان بالشيء هو انعكاس لذل القلب به. صحيح. نزل التخفيف. أين التخفيف؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه شهد الله لهم بالإيمان والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم وقالوا سمعنا وأطعنا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم جاء التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الهواجس والتي تدور في الصدور هم لا يتمكن الإنسان في الغالب من السيطرة عليه والتحكم فيه، لأنه شيء لا منتهى له من حيث ما يوسوسه الشيطان في صدور الناس. لكن هذه الوساوس إذا ترجمت إلى أعمال وأقوال جوزي بها الإنسان. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها، عفى يعني أسقط المؤاخذة، ما حدثت به أنفسها ما يدور في الأذهان والخواطر. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل أو تتكلم، يعني فإذا صدر عمل أو كلام عند ذلك تقع المجازات. كما أنه مما يجري فيه المجازات، وهذا تنبيه مهم، الرياء وهو عمل قلبي، لكنه عمل قلبي مستقر مثل الحسد، مثل الكبر، مثل العجب، مثل سائر الأعمال القلبية التي لا تترجم عملا قولا أو عملا، لكنها في الحقيقة هي من أعمال وكسب القلوب. والله تعالى قل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذا من كسب القلوب الذي يؤاخذ به العبد. فينبغي التفريق بين ما يدور في الخاطر. يعني الإنسان هم مثلا فكر في معصية وخطط لها في باله وكذا ثم رجع عنها وتاب، ففي هذه الحال إذا رجع عنها تنقلب حسنة، وهذا من فضل الله تعالى على العبد. أحسن الله إليكم شيخ. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر. وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.